هذا الحديث الذي سأذكره الآن والله العظيم صعقني من عظيم الأجر الذي فيه. عن بريدة رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا، إنسان إجل عندك بده دين وأموره شو متعسرة وضايق أحواله، وقعان في دين، في كربة، مخنوق. من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. يقول بريدة: ثم سمعته يقول: من أنظر معسرا كان له بكل يوم مثليه صدقة. فقال بريدة: يا رسول الله، سمعتك تقول أول مرة يعني من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة، ثم سمعتك تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة. فقال عليه الصلاة والسلام، هلأ أجا التفسير هون، قال عليه الصلاة والسلام: له بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة. الله أكبر يا عباد الله، ما هذا الكرم، ما أكرم الله، الله الكريم الرحيم سبحانه وتعالى. إيش هالتجارة هاي؟ تجارة مع الله. إيش معنى الحديث؟ ببساطة، إجاك رجل معسر فأعطيته قرض 100,000 وقلت له يا أخي روح، لا رح شدد عليك ولا كذا، سدد على مهلك، تمام؟ مثلا اتفقتوا لبعد سنة ويسرت عليه، لا في شروط ولا في شيء ولا أبدا، 100,000. يقول عليه الصلاة والسلام: فله بكل يوم مثله صدقة، يعني كل يوم عم يتصدق ب100,000. شهر اضرب 30 ب100,000، سنة 360 ب100,000، وهكذا. الله أكبر. قال هذا الكلام إيمت؟ قبل أن يحل الدين. قال فإذا حل الدين صار موعد شو السداد، فإجا هذا المعسر قال لك والله يا أخي هال100,000 ما توفروا معي، ترى الأمور دائرة وأمور تعرف شلون وكذا. فشو قال له صاحب الدين القرض؟ قال له انظرك، خلاص روح بمهلك سنة تانية. هون بيقلب العداد. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة، بالضاعف العدد، يعني كل يوم بتصدق ب200,000. الله أكبر. شهر اضرب 30 ب200,000، سنة وهكذا. الله أكبر يا عباد. وبالأخير يعود إليه ماله، لا ينقص منه شيء. سبحان الله. والصدقات والأجور عند الله تبارك وتعالى، لا إله إلا الله. والله العظيم من أعجب الأحاديث بربكم إذا سمع الناس بمثل هذا الحديث. هل يبقى مكان للفجور بالخصومة؟ هل يبقى مكان للفجور في الخصومة؟ هل يبقى مكان للسباب والشتم واللعن وسوء الظن والدعاوي في المحاكم؟ إذا استحضروا هذا الحديث وهذه الأجور العظيمة عند الله تبارك وتعالى.